اهلا وسهلا بكم، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم على احسن الاحوال. الموضوع ديال اليوم شنو غادي دير الا تردت لك الفيزا الاسبانيه شنغن. الور عندك جوج ديال الحلول، يا اما غادي دير الطعن او غادي تصبر واحد المده، يعني مده كما كنقولوا ماشي شهر او شهرين او 3 شهور او 4 شهور كما يقال، كما كيروجوا بعض الاخوان. هذاك مفهوم يعني غلط، على اساس انك بغيتي تعاود من لغدا ما عندكينش مشكل. يعني فكرة انك تعاود الدوسيه من هنا شهر 6 شهور 7 شهور او عام او عامين، هذا ما كاينش واحد، ما كاينش واحد لا نوط او كان واحد الحاجة اللي كدير على هادشي. الور الور بالنسبة الى تردت لك الفيزا شنغن اسبانيا، تقدر تعاود الدوسي ديالك من غدا، ما كاينش اشكال، ما كاينش مشكل. غير اتركز على سبب الرفض وتصلحو. الا كان عندك مشكل بسيط مثلا تقدر تريطيه وتدفع عادي. الا كان عندك مشكل مثلا غراف، صبر واحد المدة على ما تريقل ديك المشكل. مثلا كيكون اما الحساب بانكي غير مقنع ولا المبلغ اللي في الكونت ماشي كافي، هادي محبذا انك تكرس واحد 3 شهور على ما تريكل الحساب بانكي. شكرا لكم.